هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات السهل الممتنع. سهل وممتنع، أيوة سهل وممتنع. أنا من الناس شخصيا اللي لأول مرة بعمل فيها نوع من أنواع الفطاير، وخصوصا الفطير المشلتت. يعني ماشي بمبدأ شراء العبد ولا تربيته، وكمان بخاف دايما أعمله ويطلع مش مظبوط معايا. لكن قلت لنفسي ليه لأ، أعمله حتى لو باظ مني فيكفيني شرف المحاولة. وبصراحة عملته، والفيديو ده ليه قصة كبيرة معايا جدا ومواقف حصلت احكيها لحضراتكم واحنا بنعمل الفطير مع بعض. بس يلا بينا على الفيديو. وقبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفني انا محمد عبد الجليل ودي قناتي، انزل تحت الفيديو ودوس لايك وفعل جرس التنبيه علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتنا الجديدة، وما تنساش تدوس اللايك. هنعمل مع بعض النهاردة فطير المشلتت بالجلاش. هيبقى معانا كوباية من الزبدة وكوبايه من الزبادي وعلبه قشطه عاديه. لو عندك قشطه بلدي يبقى عظمه قوي، لكن انا ما كانش متوفر عندي فاشتريت علبه قشطه زي دي من البقال. ومعايا نص كيلو جلاش، لفه جلاش اللي هي بتبقى نص كيلو. الصينيه بتاعتنا كده تمام الجميله، وضروري تكون الومنيوم يا جماعه، لان الالومنيوم في الفطير اتضح لي ان هي جميله جدا. بندهن الارضيه زبده وبنغلفها كويس جدا عشان ما يلزقش مننا الفطير وينشف معايا. ببدأ اخد ورق الجلاش ورقتين ورقتين، بفرده في الصينية، نص الورقتين جوه والنص بره. وبحاول وانا اسحب بالراحة، لان طبعا الجلاش من الحاجات اللي بتنشف بسرعة. ودايما ابقى مغطي الجلاش وانا شغال عشان هو من الحاجات اللي بتنشف في الهواء بسرعة. انا كنت هدهنها بالزبده كده، قلت لكم انا كنت مرتبك جدا يا جماعه، لكن ما ينفعش ندهنها كده. احنا بنمكس كل المكونات اللي معانا مع بعض. بننزل بنص كميه الزبده، وبننزل عليها بالزبادي، وبننزل عليها بنص كميه القشطه اللي معانا. وزي ما حضراتكم عارفين انا الاول مره بعملها، فبالتالي المقادير والمكونات هتبقى بالوايم كده، لان طبعا الحاجه دي حسب المقدار. وبرضه ارجع اقول لكم انا اول مره اعمل فطير مشلتت، فبالتالي انا استخدمت المكونات دي وطلعت معايا مظبوطه وكفت معايا وفاض معايا كمان منها. ببدا ادهن ورقتين ورقتين، نص الورق بيبقى جوه والنص بره. ببدا ادهنها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كل ورقتين انزل بيهم بدهن بالخليط الميكس اللي احنا عملناه ده. وطبعا احيانا بتبقى الصوره واضحه وبتحكي احسن من الكلام، زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو بالظبط كده. انا ببدا اوزع على كل الصينيه من كل الاجناب ورقتين ورقتين، وببدا ادهن كل ورقتين بنزل بيهم بالميكس اللي احنا عملناه، اللي هو الزبادي والقشطه والزبده، زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده. والله يا جماعه يعني ليها قصة كبيرة جدا جدا. انا جيت احطها في الفرن عشان اسويها، لقيت الانبوبة خلصت. تمام، قلت مفيش مشكلة هنشغل فرن الكهرباء. شغلت فرن الكهرباء، وفي نص التسوية لقيت الكهرباء فصلت. قلت عظمة قوي قوي قوي، اعمل ايه يا جدعان؟ ولعت الفرن البلدي الجميل بتاعنا ورحت مسويها فيه. بس بصراحة انا اعتمدت الطريقة دي، وقلت كل يوم انا هاكل فطير مشلتت. احنا بنخلص الكميه كلها زي ما حضراتكم شايفين، ورقتين ورقتين. الامر سهل زي ما قلت لكم قبل كده، سهل ممتنع، سهل وبسيط، بس احنا بنخاف دايما. وزي ما قلت لكم برضو ان المكونات اللي معايا او الماده الدهنيه اللي معايا بتبقى بالوايم. انا اتضح لي ان الكميه اللي معايا كويسه جدا وهتكفي لنص لفه الجلاش اللي معانا. اخر ورقه او ورقتين انا بريح الصينيه بتاعتي بيهم، بغطي بيها وش الصينيه وبضغط ضغطه خفيفه كده، وببدا ادهنهم برضو بالماده الدهنيه او الميكس اللي احنا عملناه مع بعض. بعد كده انا بسحب الورق اللي بره، نص الورق اللي بره بسحبها لجوه الصينيه. بس وانا بسحب برضو زي ما قلت لكم اسحب بشويش. ليه؟ عشان انا كنت مشغل وقتها المروحه والورق نشف معايا، فانت بتحاولي وانت بتشدي الورق تشديه بشويش عشان ما يتقطعش منك، وفي نفس الوقت تقدري تفرديه فرده كويسه في قلب الصينيه. ومع كل شد ومع كل فرده من الجلاش انا بدهن برضو بالماده الدهنيه اللي معايا. كل ورقتين بسحبهم من بره الصينيه، انا برضو بعمل نفس الحكايه اللي عملتها في الاول، ان انا بدهن بين كل ورقتين ورقتين عشان يطلع مورق معايا. على فكره يا جماعه الميكس اللي انا عملته مع حضراتكم شايفينه وانتوا شايفينه في الفيديو ده، طلع الفطيره
مورقه وفي نفس الوقت طريه وجميله جدا جدا. انا كنت خايف وقلت شكلي هيبقى وحش قدام الناس اللي في البيت، بس بصراحه انا اعتمدتها وقلت هعملها كل يوم. لقيت الموضوع سهل وبسيط جدا. اي ماده دهنيه معايا بقى او الميكس اللي احنا عملناه انا بحطه على وش الصينيه، ومعايا نص علبه القشطه او نص كوبايه القشطه اللي فاض معايا، احنا نزلنا بنص الكميه بس، بدهن بيها وش الصينيه. على فكره اتضح لي ان الزبادي والقشطه بتدي طراوه للفطير بتاعنا، وكمان قلت احط دي على الوش تدي نوع من اللون، يعني بتديني لون موحد وفي نفس الوقت بتخلي الفطيره بتاعتي ما بتطلعش ناشفه. فوزعتها على وش الصينيه زي ما حضراتكم شايفين كده. جربوها يا جماعه، بصراحه طلعت 10/10، حاجه فوق ما تتخيلوا، حاجه فوق الوصف. انا قلت لكم هعتمدها خلاص في الفطير مشلتت، وبعد كده انا مش هخاف اعمل فطير مشلتت. وببدا اساوي الاطراف بتاعتي كده عشان ما تنشفش مني وقت ما انا بدخلها الفرن. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. الفطير يا جماعة أي نوع من أنواع الفطاير درجة تسويته بتبقى 180 درجة. المدة على حسب طبيعة الفرن بتاعي. أخدت مني حوالي نص ساعة، فعليا نص ساعة، طبعا بعد المواقف اللي حصلت معايا. وزي ما انتوا حضراتكم شايفين كده الفطيرة طلعت لوز اللوز، حاجة كده يعني كفاية اللون. اللون بيحكي عنها من غير ما نتكلم يا جماعة. اللون موحد، توريقه ما حصلتش، في نفس الوقت طريه من جوه مش ناشفه. بصراحه هتعجبكم. جربوا الوصفه دي وما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات لو جربتوها. بس في اخر الفيديو بقول لكم ما تنسوش تدوسوا لايك، لان اللايك فعلا يا جماعه اللي بيشجعنا وبيخلينا نتقدم خطوه لقدام. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.